يلا بينا. هنروح فين؟ على طبق الممبار الجميل ده. بصوا، اللهم بارك اللهم بارك. طبعا انا الممبار اللي كنت عاملاه قبلها بيوم قسمته على 2، سلقته وحطيته في الفريزر من غير ما يتسلق ني، وتاني يوم طلعته فك ما فخدش 15 دقايق، وغليت الميه وسقطته فيها. تمام كده. طبعا معايا طبق الكبده الجميل اهو، اللي عاملاه في البيت. بدل ما اجيبه من بره بجيبه بالشقيق الفلاني. جايبه نص كيلو ما شاء الله اهو. اللهم بارك. ولسه فاضل حتتين لسه ما اتقلوش. تمام كده. وقالت وعملتهم في البيت سهل وبسيط ادام انا مش تعبانه والحمد لله، والدنيا كويسه اهو. بقى بعمل الاكل في البيت عادي خالص مفيش مشكله. هنا مع الطحينه بتاعتنا الجميله اللي بنشتريها من بره، طبعا عملتها لكم في البيت. طبعا هنا الخيار مخلينه في البيت، ما عملناش حاجه من بره يا جماعه. طبعا نيجي بقى لطبق الذره ده، سلقناه كنت انا جايباه. طبعا العلبه بتاعته يا جماعه ب 70 جنيه، عشان بس ما تقوليش انا بقول لك كده ب 70 جنيه لا، هي ب 70 جنيه، انا سالت عليها ولقيتها ب 70 جنيه. فجبت طبق الذره ب 20 جنيه، والميه غليت ما خدش ثانيتين ثلاثه، رحت انا مقطعه وسقطته فيها. طعمها حلو، هيبقى جنب الاكل ولذيذه ويبقى طعمها مسكر. في اللي بيحب ياكلها كده وفي اللي بيحبها كده. انا طبعا مش هشويها، فبسلقها طبعا وانا بحطها في الجمبري او بحطها في حاجه، بتبقى اللهم بارك يعني معاك اهو. اكله خفيفه وسهله وبسيطه. ممبار يا جماعه كيلو اتقسم على يومين، وما شاء الله. وقايه مقطعاه محمراه وزي الفل. والرز بتاعه اهو يا جماعه. اللهم بارك اللهم بارك. تمام كده. معايا هنا الكبده اهي يا جماعه، من ظهر ومن وش، بس انا نسيت احط لها كاري وكركم عشان بتبقى مصفرة شويه. تمام كده. نسيت. وحطيت ملح يا جماعه في التتبيله، عشان انا نسيت اقول لكم في التتبيله نحط ملح. معاكي الطحينه معموله بميه دافيه. معاكي خل. معاكي اللي هو الثوم والفلفل لو عايزه تحطي، بس بتحط لها توم. مع حبه الخياره اهو اللي انا مخللاهم، ما يقعدش يومين وتخلل. مع طبق الذره طبعا معانا عيش